في موضوع لفت نظري بقى لفتره طويله كده، بس انا اكتشفت ان هو ظاهره. احنا بقى عندنا كميه نصب ونصابين في البلد بشكل رهيب. الناس عندها استعداد انها عايزه تبيع الهوا في ازايز للناس كده في مقابل انها تطلع من وراهم مصالح. والواحد لو معاه حاجه ب 100 جنيه عايز يبيعها لك ب 1000 كده، وهو مرتاح الضمير كده وبدون ادنى قدر من التأنيب يعني. فتعالوا نشوف حكايه الشعب المتدين بطبعه هنقول عن النصب نصابين. نصب عليك قبل كده؟ كتير. أكيد. هو مش عليا، هو على واحد صاحبي. لا عمري لا. هو أنا عندي جاذبية خاصة للنصابين، فأي حد عايز ينصب يا جماعة أنا متواجدة 24 ساعة. اتنصب عليا كتير قوي وما زلت بأعاني من النصب. يعني مش عارف هل يعني أنا عبيط أو أنا ما بفهمش أو أنا طيب. كنا بندور على شقة ووسط الشركات الكتيرة جدا ننقي شركة يكاد هي مش نصابة بالظبط، بس هي يعني 3/4 نصاب. قبل كده برضو واحد صاحبي والله استلف مني مبلغ وما رجعوش. هذا كانت شركة سفريات ولسه كنا جايين منها وما عرفوش ينصبوا علينا. سفر للخارج يعني. لا كانوا عايزين ايه يعني؟ كانوا عايزين ياخدوا فلوس قبل طبعا ما يقولوا العقد العمل وقبل ما يقولوا التأشيرة. بس ان يجيني مثلا كولتون مثلا وانا ما طلبتوش تاخده. هاخده يعني هاخده كده اوريدي كلنا اخدناها يا جماعه. بياخد منه فلوس ويشغلها، وطبعا كان بيديله نسبه من الارباح. شهر 2 3 4 لم الفلوس مش من فرد، مش اذا اكتشف مش من هو بس، ده من 10 15 واحد 20 واحد مبلغ، وخلع بيهم لغايه دلوقتي طبعا مش موجود. كل العملاء نصبين علينا والله. ياخدوا العملاء هم اللي ناصبين عليكم ازاي؟ ياخدوا قروض من البنك، واحنا نحتار بقى نجيبها منهم ازاي. انت لو جات لك فرصه ان انت يعني بتنصب على حد بس من غير عقاب ومن غير ولا قانونا ولا اي حاجه، تعمل ايه؟ الله اعلم بنصب عليه، منصب على الحكومه بقى، انصب ما ينفعش. يستاهلوا صح؟ لا يستاهلوا طبعا. اللي يجي الفرصه هعملها معاه. والله هو اللي يستاهل يتنصب عليه الانسان الوحش. هما في 2 كده بحبهم جدا، ابويا لا انا ممكن انصب على اخواتي مفيش مشكله. قلبوا في كام كده؟ قلبوا في كام؟ اللي ربنا قدرني عليه بقى. مش هقدر أنصب بس ممكن أقتل، ما عنديش مشكلة. بنصب على ماما عادة في الباقي يعني. انصب على نفسي. زي اللي بيشتغل نفسه كده؟ انت مثلا لو معاك موبايل وانت عارف ان اخر يوم ما هتتباع الموبايل ده يجيب 200 جنيه مثلا ولا حاجه، واتعرض عليك 2000 جنيه. حابب 200 يا راجل حقاني انا قوي صح؟ والله أنا هعرض عليه إن أنا دي ثمنها 200 جنيه، هو عايز يدفع 2000 أنا ما عنديش مشكلة. دي مش هنقول عليها نصب، دي نقول عليها ايه، حدائق مصريين يعني. اتاكد الاول يعني لو ال 2000 دول بعت الموبايل وفي الاخر الموبايل اختفى وما خدش 2000 ولا 200 لا هتاخد ال 2000. ايه المشكله؟ ده استغلال، انما النصب ده حاجه تانية، ان انا عاوز اخد اللي في جيبك كله. بس هو ثمنه 200. مفيش مشكله انا ممكن اخد بس ما يتنسبش عليا. اللي بيبيع ده عبيط يعني ولا اهبل يعني؟ هو كده نصيبه بقى. نصيبه؟ طيب ماشي، فرصه ذهبيه. لا دي حاجه تانية بقى، دي ممكن انا اسمها هكسب فيها، زي اللي اشترى حته ارض بجنيه النهارده وجي ربنا سهل له والارض دي غليت وباعها ب 2000 جنيه مش ب 200 جنيه، يبقى ده حق. دي موهبه ودي عاده المصريين على فكره، يعني اتولدنا لنا النصب ده هو حرفه، حتى علموه بره، والله دي حقيقه فعلا يعني. احنا بنبقى مبسوطين واحنا بننصب. هو عموما المصري بيحب يجيب فلوس من اسهل طريقه ومن غير مجهود. هي ناس بتبقى اصلا متخصصه في النصب ده. الناس عينيها مش مليانه بمعنى اصح. النصاب ده شغله، هو يعمل هو شغله. عندنا النصابين كتير في مصر يعني كلها نصابين. الناس بتحب تنصب، الشعب خلاص بقى دخل في دايره النصب والكذب والرياء. عايز الحاجه السهله. النصب ده برضو يعتبر تقدر تقولي زي مهنه. تفتكر ليه احنا كمصريين كده بنحب ننصب على بعضنا؟ لا ده طبيعه على فكره. عشان احنا مصريين. أنا على فكرة أنا مصرية صميمة، بس أنا أحب البلد أرض لكن ما بحبهاش ناس.